دلوقتي طالعين المصنع في اليوب لان هم نزلوا سكوتر وموتوسيكل جديد من شركه زونتس. زي ما انتم شايفين كده الشكل بتاعه رياضي جدا. هل هم دول دلوقتي نازلين في وقت كويس بالنسبه للسوق المصري والاسعار اللي احنا شايفينها؟ لان الغالب السعر هيبقى عالي شويه. انتوا توقعوا السعر كام؟ اللي انا عرفته ان هو هيتعدى ال 100,000 جنيه، فمش عارف الناس هتتقبل الفكره دي ولا لا، ولكن هو الموضوع خطير. يلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. النهارده بقى في حلقه احنا هنتكلم عليها مش على الجي 1، والموديل ده ابهر ناس كتير وفي ناس لغايه دلوقتي مستخدماه لمده سنتين، ولكن احنا النهارده بصراحه هنتكلم عن حاجه قويه جدا وجامده جدا، هي الجي كي ال 350. الجي كي زي بالظبط فكره ان انت راكب فكره جي 1، ولكن اختلاف الموتور. زي ما احنا كنا عارفين ان كان نازل ساعه الجي 1 نازل الموتوسيكل اللي هو 310 ايا كان التي الار الاكس ايا كان النوع ده، ولكن في ناس كتير قوي كانت حابه فكره الشكل او الجي 1 فكره الموتوسيكل اللي هو ستريت فايتر، بس انا عايزه بموتور قوي. الشركه منزله الموديل بتاع الجي كي نفس شكل زونتس. لو انت خدت بالكم ثانيه واحده زي ما انتم شايفين كده، حس قوي ان هو في نفسه جي 1 بس على حجم كبير. موتوسيكل 350 سي سي بيطلع 38 هورس باور. المساحه بقى التخزينيه بتاعه التانك 17 لتر، ودي حاجه انا شايفها مش كويسه قوي لسبب واحد، لان انتوا فاكرين الجي 1 كان 20 لتر و155 سي سي، ولكن بقى تخيل لما انت تحط موتور 350 سي سي هتحط له سعه لتريه اقل في التخزين، فدي حاجه انا شايفها مش حلوه، بل بالعكس ده لو كانوا خلوه 20 كان هيبقى احسن بكتير. كل حاجه هنا تاتش. مثلا عندنا عايزين نفتح مثلا تانك البنزين زي ما انتم شايفين، برضو بندخل على المودز هنا، برضو كل حاجه موجوده نفس ال 310 التي او الار او الاكس او الموديلات دي كلها. التوب سبيد بتاعته بتجيب لغايه ال 160. طيب في ناس كتير بقى هتتكلم على الشكل بتاعه، هل الشكل بتاعه اختلف عن الجي 1؟ انتوا قولوا لي ايه رايكم الاول، بس قولوا لي ايه رايكم في الحلاوه. شايفين بقى التفاصيل، والانجن جارد المره دي قللوه شويه، نفس الجاكمانات بتاعت ال 310، بس شايفين الجنط اللي ورا عامل ازاي؟ على فكره الجنط ده تيوبلس ولكن هو سلك، يعني شياكه. تحسوا كده الجنط طالع من الشفه بتاعته. الجنود دي طبعا امامي وخلفي 17. الفانوس الخلفي هو نفس الجي 1 طبعا، مع اختلاف بقى الكرسي والتانك. العداد هو بتاع ال 310 لو انتوا فاكرين الموديلات دي. الجدون نفس المرايات نفس كل حاجه، باختلاف هنا كان في زرار الويتنج وده موجود في ال 310. نفس فكره الفانوس اللي قدامي اللي فيه LED، ولكن هنا حجم الفانوس اكبر طبعا. الناس بقى هتيجي تقول لي ايه الشكل اللي قدام ده هنا زي ما انتم شايفين كده دي الطنبوره، ولكن هم حاطين على الطنبوره كفر فمديه شكل، وفي نفس الوقت جوه اهو لو انتوا خدتوا بالكم الABS موجود. الموتوسيكل طبعا التبريد بتاعه ميه انجكشن، عداد ديجيتال. زي ما انتم شايفين كده الشكل بتاعه رياضي جدا، لكن احنا هنا هنتكلم بقى على السعر. انتوا توقعوا السعر كام؟ والسعر لسه ما نزلش ايا كان بقى انا هرفع الفيديو امتى، ولكن السعر بتاعه اللي انا عرفته ان هو هيتعدى ال 100,000 جنيه. فانتوا شايفين النهارده ان انا بشتري حاجه موديل 23 وبركب حاجه موديل جديد، هل السعر ده هيتماشى مع السوق ولا لا؟ طبعا احنا عارفين ان كل حاجه غاليه بسبب ارتفاع اسعار الدولار، والموتوسيكل ده بره انا بصيت عليه لقيته عامل اعتقد داخل في ال 4,000 دولار، فلو جينا قارناهم هنلاقي ان هو يتماشى مع سعر ال 100,000 جنيه. الموتوسيكل ده طبعا انت لو هتيجي تركبه فانت لازم تبقى عارف حاجه، ان انت راكب حاجه نزاهه مش للشغل. يعني اوعى تشتري او اوعى تفكر ان انت تشتري حاجه من الموديلات دي عشان تنزل تشتغل بيها، بل بالعكس احنا بنقول ان الموتوسيكل اللي قدامنا ده موتوسيكل للرفاهيه، ان انا عايز اركب حاجه شكلها شيك وفي نفس الوقت جامده اشتري عادي ما عنديش مشكله. للرفاهيه لان انت هتبقى عارف ومتاكد ان قطع غياره غاليه. يعني اعتقد ان انا سمعته كان التيل قدام عامل 1000 جنيه، فانت اكنك راكب ياباني. ولكن انت هنا الميزه ان انت هتبقى راكبها زي ما انا اتكلمت قبل كده على فكره الموتوسيكل اللي نشينو ال 500. يعني احنا لو قلنا الاثنين جنب بعض اهو شايفين زي بعض نفس الفكره. هنقول بقى ايه؟ ان انت بتركب حاجه جديده مش حاجه استعمال، حاجه موديل السنه. في واحد يقول لك لا يا عم انا ادفع في موتوسيكل هوندا 2003 2004 2005 وادفع ال 100,000 وال 120,000 جنيه، وفي واحد يقول لك لا انا اركب حاجه جديده وفي نفس الوقت شكلها جميل وتديني كل الاوبشن. هنا اختلاف اراء، وهنا اختلاف الناس اللي هتركب وهتدفع فلوس. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب عشان دايما نفضل مكملين مع بعض. معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات.